أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فيديو جديد. النهاردة يا جماعة حصل مهزلة في السعودية. فريق كرة اليد الزملكاوي بتاع نادي الزمالك راح يلعب البطولة العربية. ما راح هناك ما لقاش حد مستنيه، لا عربيات ولا الهوا. هتقول لي ما البلد المنظمة بتجهز؟ مفيش الكلام ده. جماهير او الجاليه الزملكاويه في السعوديه حجزت اتوبيسات وجابت اتوبيسات للفريق اللي ما نامش بقاله يومين اتنين عشان تاخده من المطار على الملعب. تخيلوا، مفيش اداره يا جماعه، مفيش اداره في نادي الزمالك، في مهزله في نادي الزمالك، مفيش اداره. يعني الكلام ده ينفع؟ الجماهير ورابطه الزمالك في السعوديه هي اللي تجيب اتوبيس عشان ياخد اللعيبه يوديها الملعب عشان تلعب الماتش؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ وحتى فين الدوله المنظمه؟ المفروض الدوله المنظمه اول ما انزل من الطياره الاقي حاجه تاخدني توديني الملعب. الفريق ما نامش بقاله يومين. ايه يا جماعه التخبط ده يا جماعه؟ ايه التخبط اللي في نادي الزمالك ده؟ لصالح مين؟ لصالح مين تدمير نادي الزمالك والدنيا بتتفرج؟ كله بيتفرج على نادي الزمالك وهو بيتدمر يا جماعه، ما ينفعش كده. قلنا في الفيديو اللي فات جماهير الاهلي تتمنى استقرار الزمالك، جماهير الاهلي يهمها ان الزمالك يبقى كويس، جماهير الاهلي مشكلتها مع اداره نادي الزمالك، جماهير النادي الاهلي مفيش مشكله مع نادي الزمالك ككيان، جماهير النادي الاهلي بتحب نادي الزمالك، جماهير النادي الاهلي عاوزه نادي الزمالك يبقى واقف على رجليه عشان لما يبقى فيه منافسه وفي بطوله نعرف او يعرفوا ياخدوها من نادي الزمالك وهو قوي مش هو منهار. لما يكون في مشكله او في تصادم كده والاثنين نفس ند بالند بيبقى لها طعم يا جماعه. البطوله بيبقى لها طعم عما يكون انت منهك ومتعب وما فيكش الروح وانا نازل ضرب فيك، ملهاش طعم. عشان كده قلنا جماهير الاهلي تتمنى لنادي الزمالك انه ينهض ويقوم يبقى قوي، لكن مش في ظل الاداره دي. وقلنا نفس الكلام، جماهير نادي الزمالك مش عاوزه الاداره دي، جماهير نادي الزمالك لا تحبذ وجود الاداره دي. ايه التخبط ده؟ ده كلام في فرقه اليد يا جماعه. كوماندوز الزمالك ملوك الصالات، يعني مش فاهم والله، يعني حاجه غريبه جدا. وخد التقيله بقى، زيزو قعد امبارح مع مسؤولين نادي الزمالك وهو والده. زيزو راح قال لهم يا جماعه فين فلوسي؟ مفيش فلوس. طب انا عايز مستحقاتي؟ مفيش مستحقات. ما انت شايف الوضع يا زيزو. طب اعمل ايه؟ مش عارفين. طب اروح فين؟ ما نعرفش. طب اشتكي؟ لا. فزيزو هدد بفسخ عقده مع نادي الزمالك. زيزو يهدد الزمالك بفسخ عقده نظرا لعدم حصوله على مستحقاته. والله حقك. زيزو اللي ضحى بفلوس قد كده عشان خاطر نادي الزمالك وفي الاخر ما ياخدش فلوس. ده ايه ده يا جماعه؟ ايه الخدعه دي وايه الخداع ده وايه الكلام ده وايه الاداره دي وايه الناس دي وايه التفكير ده وايه الناس دي ما بتفكرش خالص في مصلحه نادي الزمالك. في ايه؟ خناقات ممدوح عباس مع مرتضى منصور مع هاني العتال مع هاني شكري. مرتضى لسه جاي له غرامه عشان هاني شكري 100,000 جنيه في قضيه كان رافعها ومش عارف 30,000 جنيه على عشان في ايه؟ وبتجهز احمد مرتضى يمسك ايه يا جماعه ده؟ الاداره دي فاشله. هتقول لي خدوا دوري سنتين، قلنا الاهلي كان وحش، قلنا الاهلي كان وحش او الاهلي كان منهك او الاهلي كان متعب او الاهلي كان تعبان، وخدتها بعزيمه الرجاله اللي كانوا بيلعبوا في نادي الزمالك رغم ان ما كانش فيه صفقات والقيد كان موقوف برضه. ايه الكلام ده؟ يعني زيزو هيهدد بفسخ عقده؟ لسه قايلين في الفيديو اللي فات زيزو هيمشي وفتوح وصبحي. دلوقتي زيزو بيقول لهم انا همشي. قال لهم طب انا عايز امشي، اجيب لكم عقد بكام؟ بص بقى هو اللي بيعرض، اجيب لكم عقد بكام وتسيبوني امشي؟ اجيب لكم $1,800,000 2 مليون دولار. قالوا لا. تخيل بقى قالوا عايزين كام؟ تخيل الاداره الرشيده في نادي الزمالك قالوا لزيزو هات عقد بكام واحنا نسيبك نمشي؟ 6 مليون دولار. 6 مليون دولار علشان يسيبوا زيزو. ده كلام يعني ينفع؟ كمان هتعقدوه في عيشته كمان. يعني الراجل بقى يا جماعه نادي الزمالك كلها اقسم بالله كلها شهر ومش هتلاقي فيها ولا لاعب. يعني كلها شهر، يعني على يناير الجاي مش هتلاقي فيها حد، كله هيوقع بره. ده كلام والله. نادي الزمالك انا كنت لسه بقول الفيديو اللي فات هيطلع سادس سابع، نادي الزمالك يطلع عاشر. مش هينفع. لصالح مين؟ نادي الزمالك اتجرف من نجومه. نادي الزمالك بيقع، نادي الزمالك بينهار. نتمنى ان حد يتدخل وينقذ نادي الزمالك. هنقول يتباع، هنقول يخش مستثمر، انا معرفش. هنقول الدوله تديله قرض حسن، انا معرفش. بس هو شكلها الافضل والله مستثمر، ما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ما الانديه دي كلها يا جماعه ما في ناس شارياها. ايه المشكله؟ لكن الكيان هو الكيان ويتاخد شروط.
كيان هو الزمالك هيفضل زمالك طول عمره، هيبقى فيه كذا وفي كذا، هيبقى فيه شروط. لكن بالمنظر ده كان الله في عون نادي الزمالك. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. وفي نهايه الفيديو لو ما ضغطتش لايك اضغط لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.